السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شويه شاورما سوري كده، حاجه كده كويسه وتستاهل بقكم. اي كميه فراخ، بس اهم حاجه تكون صدور. احنا معانا صدور فراخ، هنقطعها وسط، يعني اعلى من البانيه شويه، وما تكونش الصدور كبيره قوي، يعني وسط كده، تقطيعتها وسط، ما تكونش تخينه. يعني بتاعتي لسه مجمده شويه، مش مشكله، لانها في كل ما بتكون جامده شويه بتعرفي تتحكمي في التقطيعه بتاعتها. طبعا الفراخ مغسوله ومنقوعه ومن تمام التمام. هناخدها بقى نقطعها شرايح خفيفه كده، كده ممكن نعرضها برضو شويه. نعمل النهارده شويه شاورما سوري نحكي ونتحكى بيها، طريقه سهله بسيطه. في التوابل بتاعتها هي عباره عن توابل. اقطع الفراخ اللي معايا دي كده، عايزه تقطعيها طويله مربعات، مش هنختلف في التقطيع. اهم حاجه الفراخ ما تكونش تخينه، بس لانها مع التتبيله وبتحط في الفرن ما بتاخدش سوا، ما بتزودش ميه ولا حاجه، هي بالتتبيله بتاعتها. تمام كده. نقطع الكميه اللي معايا، الكميه بقى اللي تريحي، يعني عايزه تعملي نص كيلو، ربع كيلو، على حسب افراد الاسره. النص كيلو كويس جدا وهيعمل لك كميه حلوه قوي. طبعا احنا لسه هنبقى عاملين الرز والعيش، هنشوفهم هنعملهم مع بعض ازاي على الطريقه السوري. تمام كده. هنقطعها كل الكميه بقى اللي معايا بالشكل ده. انا قطعت كده خلاص الفراخ معايا بالطريقه دي. في بوله بقى، هنجيب معانا بوله كده، وهنجيب علبه زبادي. نفضي علبه الزبادي كده، بسم الله. دي كده احنا هنعمل التتبيله بتاعه الفراخ. علبه زبادي، نص كوبايه زيت، بسم الله. اي نوع زيت، ممكن زيت زيتون، زيت ذره، اي حاجه. نقلبهم. هيبقى معانا بقى التوابل. معايا ملح، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه توم باودر، معلقه شطه او على حسب ما انت عايزاها سبايسي، واحده مرقه دجاج، حبهان مطحون، فصين توم. تمام كده. هننزل بكل الحاجات دي مع بعضها كده ميكس، ونقلبها. ممكن بقى تبقي تدوقي التتبيله بتاعتنا، نشوفها لو محتاجه شويه ملح نزود لها ملح تاني. لا، هي كده مش محتاجه. نجيب بقى في الاخر عصير ليمونه، نعصر ليمونه كامله. طعم التتبيله حلو جدا، وانا بدوقها للملح طعمها حلو جدا. تمام كده. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي في قلب التتبيله، وابتدي اقلبها. حطيها وعلى التلاجة، حطها قيمه ساعتين كده ولا حاجه، التوابل دي تاكل فيها، على بال ما نعمل الخطوه التانية اللي معانا. يبقى ديت على التلاجة كده شويه على بال ما نسوي. دلوقتي احنا هنجهز معانا بقى التوميه. بعد ما تبلنا الفراخ وسبناها في التلاجة شويه، هناخد نعمل التوميه مع بعض. التوميه هنحتاج نص كوبايه ميه، او نقول مكونات الاول. نص كوبايه ميه، معلقتين نشا كبيره، نص معلقه ملح، معلقه سكر كبيره، 5 فصوص توم ناعمين، 3 معالق مايونيز، ممكن نبدل المايونيز ده بجبنه نستون، كوبايه زبادي، ومعلقه خل. والزيت يعني حوالي نص او ربع كوبايه زيت كده، على حسب ما بنضربها، وان شاء الله هتبقى معانا على القوام. نشوف القوام بتاعها ايه. يبقى احنا معانا كده الملح والسكر والنشا والميه والزيت ومعلقه خل، 3 معالق مايونيز، قلنا بدل المايونيز ممكن جبنه نستون، قطعتين جبنه نستون او 3، وكوبايه زبادي، يعني على حسب المتاح عندك بقى في البيت. ماشي، بيديكي نفس النتيجه. هنحط نص كوبايه الميه على البارد كده، نص كوبايه الميه على المعلقتين النشا، بسم الله.
وفص توم. يعني التوم احنا هنقسم 5 فصوص توم، هناخد نصهم وهنقلبهم كده على البارد عشان النشا ما تتكتلش على النار. ناخدها تقليبه كده على البارد وبنديها لفصين التوم عشان يبقى النشا والميه مع ريحتها توم، وهنسيب النص التاني نضربه في الخلاط. بعد كده ما لفتهم معايا هاخدهم على النار نجمدهم معايا بقى على النار. اخدنا بقى ديت على النار معانا كده، هنقلبها لحد القوام ما يتماسك، النشا مع الميه مع فص الثوم. القوام كده بقى يتماسك معايا كده، وعايزينه احنا بقى بالشكل كده كتله واحده كده. انا النشا معايا اللي احنا عملناها على النار الدريسنج برد، هنحطها بقى في الخلاط مع بقيه الثوم. بسم الله. وهننزل بكوبايه الزبادي. كل بقى حاجتنا كده هنحطها في الخلاط ونضربها. ننزل بكوبايه الزبادي، هناخد معلقتين المايونيز، معلقتين 3 وكده كده. هننزل بقى بالملح والسكر، وهننزل بمعلقه معلقه خل كبيره. بس كل المكونات دي معايا في الخلاط وهنضربهم بس كده. هنضربها في الخلاط بعد ما ضربناها كام ضربه كده في الخلاط. هنفتح بقى الخلاط كده وننزل بربع كوبايه الزيت. بسم الله. الزيت بقى هو اللي بيتقلها. حطينا كده حوالي ربع كوبايه، نضربها بقى ونشوف هتبقى محتاجه تاني ولا ايه. بس نضرب بقى كويس عشان تنعم قوي. خلاص القوام بتاعنا طلع تمام ومظبوط ما شاء الله. شايفين والله، ولا حطيت زودت حاجه ولا نقصت حاجه، زي ما عملنا مع بعض. هنزل بقى في الطبق ما شاء الله. شايفين القوام بتاعها المظبوط، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف. والله العظيم تحفه، طعمها حلو جدا. شايفينه ما خدتش مننا اي حاجه. ممكن نزود لها شويه زيت كده على الوش لو احنا هناكلها ايه على طول كده. ممكن بقى زيت ذره، زيت زيتون كده بالشكل اللي معانا ده. ايه رايكم بقى في شويه التوميه السكره دول؟ كده التوميه بتاعتنا خلصت. تعالوا بقى اما نشوف العيش هنحمصه ازاي. هنجيب بقى معانا العيش الشامي الابيض دوت. احنا هنعملها بقى سوري يعني. هنقطعها بالمقص مكعبات بالشكل ده. نقطع العيش معانا مكعبات كده صغيره وسط كده، مش صغيره قوي ولا كبيره قوي، بالشكل ده. نحط بقى الرغيفين على بعض ونقطعهم كده، او ممكن تحط كذا رغيف كده على بعضيه وبالسكينه المشرشطه وتقومي جايه مقطعانه بنفس الطريقه دي. بس انا بقول بالمقص اسهل كده. نقطع كل الكميه بالطريقه دي، والكميه برضو اللي تناسبك. انا خلصت العيش معايا كده بالكميه دي بالطريقه دي. معانا بقى طريقتين لعمايل العيش. ممكن نديله رشه في صينيه بقى رشه ملح ورشه زيت كده وندخله الفرن، او ناخده كده في الطاسه ونحمره زي ما بنحمر البطاطس. انا عن نفسي هحمره في الزيت عشان انا بحبه كده. لكن انت عندك الطريقتين اللي رايحك. في ناس بقى عشان الدايت وكده فتقولك لا انا هعمله خفيف في الفرن عشان ما يشربش زيت قوي. هنحمره واوريه لك. كده انا حمصت العيش معايا. اجيب بقى الفراخ من التلاجة واحطها في الصينيه
دي الفراخ بعد ما قعدت شويه في التتبيله في التلاجة، هبدا اجيب صينيه وافردها فيها. بسم الله، بالشكل ده. افردها بقى وادخلها في فرن على درجه حراره 180 واسيبها بقى ايه تتشوي. بس لازم تكون مفروده كده علشان تستوي كويس وكل القطع تستوي وتتحمر. بدل ما نحطها في سيخ، لا احنا هنفردها في الصينيه كده وما نخليش المكعبات راكبه على بعضيها بالشكل ده. اخدها بقى في الفرن معايا واسويها. هنعمل بقى مع بعض شويه رز بسمتي كده هايلين. هنحطها في حله على النار معلقتين زيت او 3 كده مع مكعبين زبده. اول ما يبتدوا كده يسيحوا معايا هنزل ببصلايه مفرومه كده ناعم. بسم الله. نبدا تشويحه معانا كده في الزيت والسمنه. اول لما الاقي البصلايه كده بدات تتشوح معايا هنزل بكام واحده ورقه لوري، وهننزل بقى بالبهارات معانا تتحمص معانا كاري كاري وكركم وقرفه وواحده مرق الدجاج ونص معلقه جنزبيل. يبقى الكاري والكركم ومعلقه قرفه وواحده مرق الدجاج والجنزبيل نص معلقه جنزبيل. هننزل بهم كده يتحمصوا معانا مع البصلايه. هنجيب برضو معلقه الملح بالمره نملحه. ندوم كده التوابل كده تاخد تحميصه حلوه مع البصلايه. اجيب الرز انزل بيه. انا كده غاسله كوبايتين الرز عليهم 3 كوبايات ميه، يعني كوبايه الرز الواحده عليها كوبايه ونص ميه. الاول هنشوح الرز كده مع التوابل بتاعته. اللي عايز يحط بقى الليمون اللي هو الناشف يحط، بس انا عن نفسي ما بحبوش. حبهان بقى مطحون او كده، انا ما بحبش الحبهان ولا القرنفل يبقى في الاكل كده. اما اجي اكل رز يجيلي في الاكل. اللي عايز بقى يحط، لكن انا التوابل بتاعتي دي اللي بحطها على الرز وبيطلع طعمه حلو جدا. نشوحه كده مع البهارات. بعد ما شوحت الرز هبتدي بقى ازوده بشوربه سخنه او ميه سخنه. انا بقى ما عنديش شوربه ازوده ميه. انا كده كنت حاطه له مرق دجاج. كوبايتين الرز عليهم 3 كوبايات ميه. كده الرز بدأ يتشرب معايا. هبدأ اوطي عليه اديله تقليبه واوطي بقى عليه لحد ما يستوي. كده خلاص احنا خلصنا مع بعض. ادي صينيه الشاورما بعد ما خرجت من الفرن بالشكل ده، وادي العيش المحمص وادي التوميه، ونغرف بقى مع بعض الرز. بسم الله. ادي الرز معايا اهو غرفته. هنبدأ بقى نحط العيش المحمص كده من الجوانب. لو عايزة تحطي بقى تحت برضو عيش محمص ماشي، على فكرة سهلة وبسيطة. والعيش بقى ايه قرمشته جميلة وكده، قرمشته حلوة قوي بالشكل ده. ناخد بقى الفراخ بتاعتنا نغرفها. بسم الله. فراخ ناشفة وجميلة كأنك جايباها من على السيخ. شايفين متقطعة شرايح وناشفة وحلوة ازاي، ما خدتش مني اي مجهود. يا دوب تبلتها وفردتها في الصينية وحطيتها تتشوي. طلعت بقى بالشكل الجميل ده. نجيب بقى التومية. شايفين التومية جامدة ازاي. ننزل لها بقى شوية تومية كده حواليها. فتة سوري ولا مش فتة سوري دي؟ ايه رايكم بقى في الشاورما السكرة دي؟
طبق شاورما. شايفين الرز تحفه، لونه اصفر وجميل ازاي، والعيش المقرمش بقى والفراخ المستويه مع الطوميه، حاجه كده هايله، سوري بيتي. بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس. بحبكم في الله، في فيديو جديد اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.